عارف ليه وسام ابو علي رقم واحد عند كولر؟ تعال اما اقول لك. في ماتش واحد بس، ماتش الاتحاد. في الفيديو ده بص، كانت مفاتيح اللعب كلها مقفولة على الاهلي، بتوع نص الملعب كلهم مقفولين. مين اللي ينزل يستلم؟ نزل وسام ابو علي. وسام ابو علي بيعتمد عليه كولر في بناء الهجمة والخروج من الضغط. لو الفريق اللي قدامك بيضغط عليك بيعتمد عليه في الخروج من الضغط، بان هو ينزل يستلم. لو ثلاثة بتوع نص الملعب ممسوكين بينزل يستلم، يفك الضغط، وهو بيعرف يستلم تحت الضغط. تعال نشوف الفيديو التاني. برضو الكرة اتلعبت من رامي ربيعة برضو في نص الملعب، وسام ابو علي هو اللي نازل يستلم. بيعتمد عليه اعتماد كلي مارسيل كولر في ان هو يفك الضغط، وفي الفرق اللي بتهاجم عليه وبتضغط عليه ضغط عالي، او لو الحلول بتاعت نص الملعب ممسوكة بيعتمد عليه مارسيل كولر في ان هو اللي ينزل يستلم الكرة ويبدأ الهجمة. بيعتمد عليه اعتماد كلي. دي رقم واحد. بناء الهجمة بيعتمد على وسام ابو علي. في الفيديو ده وسام ابو علي هو لعيب هو راس الحربة، وعمال يجري ويتحرك للاعيب نص الملعب امام عاشور عشان يفتح له، عشان خاطر يعمل له ثرو. بس امام مش بصها له. هو في التحركات لعيب بيتحرك على طول، ما بيقفش، مش بيعتمد على ان هو يقف يستلم الكوره ويحضن والكلام من ده. لا، هو بيتحرك عشان يفتح لك حلول ويديك حلول للباص دي في الكوره، في التحركات في الكوره ديت. في اللعبه دي حسين الشحات ضمله لجوه. وسام ابو علي اتحرك له. هو بيعتمد على التحركات بشكل اساسي. وسام ابو علي اتحرك له وفتح له زاويه تمرير ومررها له فعلا، والكوره اتلعبت لوسام. وسام بيعتمد عليه في التحركات، بيعتمد عليه في الضغط. وجاي ذكر الضغط، تعال نشوف بقى الحالات التانية بتاعت الضغط العالي اللي وسام بيعتمدها. وفي الكرة ديت وسام ابو علي راجع بيضغط لعينة بعد نص الملعب، وبيأدي الواجب الدفاعي بتاعه على أكمل وجه. وعشان كده مارسيل كولر بيعتمد عليه بشكل أساسي، وبيحب وسام أبو علي ويحب إن هو يلعبه عشان بيفيده. عشان كده بص معايا للفيديو ده. وسام أبو علي وسط 3 لعيبة من نادي الاتحاد، وبيضغط عليهم لوحده، ومش بيضغط أي كلام، بيضغط بشراسة وبينقض عليهم وبينقض على الكورة كمان. في الكورة زي ديت هو ضغط على 2 لعيبة من نادي الاتحاد. يسكت؟ لا، لعيب من الاتحاد طلع بالكوره جري وراه برضه ضغط عليه، لان نص الملعب هو لعيب بيضغط بشراسه، فعشان كده بيعتمد عليه بشكل اساسي كولر، ضغط بشراسه والانقضاض. بص الفيديو ده. مع ان اكرم هو جنب المدافع، اكرم كسل ان هو يضغط على المدافع. وسام ابو علي راح وانقض على المدافع وكمل وضغط، مع ان المدافع رجسه في الاخر، بس هو كمل وضغط. هو بيعتمد عليه في الضغط العالي بشكل اساسي. رقم 4، وسام ابو علي لعيب مميز جدا في استلام الكوره تحت الضغط. بيعرف يستلم تحت الضغط، بيستلم بدوران. كرة الهدف او التاني بتاع رضا سليم، وسام ابو علي نازل مضغوط عليه من السيرد باك، لف الكوره بصاها مرتاح لرضا سليم، جون. عملها في كذا كوره، بيعرف يستلم، مميز جدا في الاستلام تحت الضغط. استلامته للكوره استلامه بحركه، مش بيستلم والوضع واقف، بيستلم ويتحرك، بيستلم ويتحرك، استلامه بحركه عشان خاطر المدافع اللي ماسكه مش يلحق ياخد اي ردة فعل عليه. فوسام ابو علي دايما سابق فكريا، سابق المدافعين. ودي الاسباب اللي بتخلي مارسيل كولر يعتمد عليه. ده غير التسديدات، غير ان هو كل الاسباب والمعطيات ديت تبين لك ان وسام ابو علي لعيب بدنيا اعلى من كهربا واعلى من موديست. غير الرأسيات، غير ان هو لعيب فت، لعيب مقاتل، لعيب شرس. فكل المعطيات ديت بتخلي مارسيل كولر يعتمد عليه كراس حربة اساسي للنادي الاهلي. لعيب تسديداته كويس جدا، لعيب في البنالتي احسن لعيب يعتبر بيشوط من عندك بعد علي معلول، ممكن يعني يتساوى مع علي معلول. لعيب مميز جدا جدا في ضربات الرأس، لعيب سريع، لعيب مقاتل في الضغط العالي، بيعتمد عليه بشكل مباشر وبشكل اساسي. لان هو في الضغط العالي بينقض على الكوره، مش اللي هو مثلا مجرد بيحلق على الكوره وبس. بيعتمد عليه في البناء لو المضغوط على مفاتيح اللعب بتاعته امام عاشور ونص الملعب مروان عطيه وكوكا معاه او اكرم. بيعتمد عليه في ان هو بينزل لنص الملعب يستلم الكوره ويبدا هو الهجمه. بيعتمد عليه في كذا حاجه مارسيل كولر، وبينفذ له تعليماته باكمل وجه وعلى شكل وبشكل مثالي جدا. عشان كده مارسيل كولر بيعتمد عليه بشكل اساسي وبشكل مميز.